احنا اليوم متجهين الى فيفا مع شاعرنا المخضرم مجيب الرحمن ابو مجلي، الشاعر القدير المشهور المعروف. ومعانا الاخ ابو محمد والاخ ياسر، حياكم. تخلينا هذا الحين تجيش نشاغل صور الله ما ادري لا سيء. لا نبغى بالمناسبة هذه تقولنا القصيدة حق اللي احرجوك فيها وفي صنعاء وكان في حضور الجنس الناعم وما كان عندك خبر وكذا، والحوا عليك في قصيدة غزلية فاعطيناها وخلنا نسمع الجمهور. وبدو هذا حضرنا أمسية كان الحضور كله نساء، يعني يمكن 1000 مرة. نعم. واحرجنا المقدم الأمسية قال ما بلاش تي قصيدة غزلي، بعد دينا السياسي دون اجتماع قال زيد 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 زيد. أبو مجلي ما عنده إلا سياسي، ما يبغاش غزل. قلت له كان شو قال غزلي يا خبيثي يا ذاك، قال ما بلا ضرورة. نعم. ذكرت 7 أبيات قال اللهم صل وسلم عليه. دقت علي وقالت يا مجيب هواك هواك يا نور عيني ويا حظي ويا بختي سعادتي يا حبيب القلب حين القاك، وفرحتي عندما اقضي معك وقتي طرفي ولو هو مغمض دائما بيراك ولا تفارق خيالي صورتك صنتي حبك جرى في شراييني بدون اسلاك، في نظرتي بل وفي نطقي وفي صمتي، انت السبب في وجودي كيف ازيد انساك، نظره وبسمه وكلمه كل ما نشتي كلام سبب لي الدهشة مع الارباك، شعرت كني ببحر افكارها حوتي قلبي طلع للفضاء يسبح مع الافلاك، قد كنت اشوف الثريا والقمر تحتي قلت استحي عيب معلش شاربه تنباك، ماذا تريدي من جيتي منين انتي؟ قالت اكيد ما عرفت اللي بتتمناه، شوف الرقم شفت وين هذا رقم بيتي. ام العيال لا ذهب فكري هنا وهناك، وفي الاخير كان هذا المتصل بنتي. الله اكبر الله اكبر. صح لسانك.